السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل صحيح ان الشهيد سيد قطب كفر الناس انه كان رجل تكفيري؟ احنا النهاردة معانا كتاب معالم في الطريق، الكتاب اللي كان مثار الجدل في اتهام سيد قطب بالتكفيرية. اول حاجة زي ما حضراتكم ملاحظين كده فوق على الشمال مكتوب المملكة العربية السعودية وزارة المعارف المكتبات المدرسية، يعني هذا الكتاب كان يدرس في السعودية. فهل السعودية ووزارة المعارف السعودية كانت لتسمح بتدريس أفكار تكفيرية لأبنائها؟ طيب أنا عامل الفيديو ده ليه؟ أنا عايز رأي حضراتكم ولا سيما العلماء وخريج الأزهر على الأسئلة اللي هنسألها في هذا الفيديو القصير. الشيخ سيد بيقول زي ما احنا شايفين في هذا الكتاب إن العالم يعيش اليوم كله في جاهلية من ناحية الأصل الذي تنبثق منه مقومات الحياة وأنظمتها. طيب يبقى الشيخ سيد بيقول إن الناس النهاردة عايشين في جاهلية. بدءا من صفحة 88 بيقول الشيخ سيد إن المجتمع الجاهلي هو كل مجتمع غير المجتمع المسلم. يعني إيه؟ يعني هو كل مجتمع لا يخلص عبوديته لله وحده، وإن العبودية دي بتشمل التصور الاعتقادي والشعائر التعبدية والشرائع القانونية، حتى كمان بيقول في موضع آخر العادات والتقاليد. هنا بيقول يدخل في المجتمع الجاهلي المجتمعات الشيوعية، ماشي، والمجتمعات الوثنية، ماشي، والمجتمعات اليهودية والنصرانية، ماشي. لحد دلوقتي الراجل ما كفرش حد. هنا في آخر صفحة 91 بيقول وأخيرا يدخل في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة. هنا السؤال بتاعي وبطلب من حضراتكم تردوا في التعليقات. هل هذا تكفير؟ يعني هو الشيخ سيد بيقول ان المجتمعات الاسلامية اليوم تزعم انها مسلمة. طيب انا عايز من العلماء يردوا والدارسين يردوا عليها تحت في التعقيبات، هل هذا يعد تكفير للمجتمعات المسلمة اليوم؟ هو بيقول ان هذه المجتمعات زي ما احنا شايفين تحت لا تعتقد بألوهية أحد غير الله، الله هو الإله، وهذه المجتمعات بتعبد الله بشعائرها التعبدية. ولكن الشيخ سيد دخلها في المجتمعات الجاهلية لأنها لا تدين بالعبودية لله وحده أو لله وحده في نظام حياتها، ويقصد بهذا الكلام أنها لا تطبق الحاكمية لله، يعني تدين بالحاكمية لغير الله. وهنا في النصف الأعلى من صفحة 93 بيقول لك إن موقف الإسلام من هذه المجتمعات الجاهلية كلها يتحدث في عبارة واحدة، أنه يرفض الاعتراف بإسلامية هذه المجتمعات كلها وشرعيتها في اعتباره. يعني مجتمعاتنا الحالية في رأي الشيخ سيد قطب أن الإسلام يرفض الاعتراف بإسلاميتها. السؤال للعلماء وخريج الأزهر وطلبة الأزهر وكل متفقه في الدين يرد علي في التعقيبات، هل هذه العبارة تعتبر تكفير للمجتمعات الإسلامية اليوم؟ إحنا مش عايزين نصدر حكم ولا أنا بصدر حكم، إحنا عايزين نفهم من العلماء لأن هذا كلام خطير. أرجو الرد في التعقيبات بتركيز. السؤال بتاعي بتحديد، أنا عندي عبارتين هنا، عبارة في صفحة 93 أن الإسلام يرفض الاعتراف بمجتمعاتنا كمجتمعات إسلامية، وفي صفحة 91 بيقول يدخل في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة. هل هذا تكفير؟ اتفضلوا ردوا في التعقيبات.